هذا الفيديو تحت عنوان بص العصفورة. طفلك عمره من سنة ل3 سنين ومش بيسمع الكلام وعندي جدا، أنا جبتلك الحل. اتعاملي معاه بمنطق بص العصفورة. أوقات كتيرة جدا الأطفال ما بيسمعوش الكلام، وأوقات أكتر بيكونوا بيعيطوا بلا هدف. وطبعا أنت عارفة إنه مستحيل إنك تبقي ماشية مثلا في المول من غير طلبات. الطفل في الوقت ده بيكون محتاج حاجة تشغل انتباهه وتشغل تفكيره، زهقان وكده. علشان كده ما قداموش حد يطلع في الكلام ده غيرك انت، يا إما بعياط يا إما بزن يا إما بطلبات عايز وعايز وعايز. طب نعمل إيه عشان نتعامل معاه؟ زي ما قلت لكم بص العصفورة. طول الوقت هنستبدل الأوامر زي ما تعيطش، اسكت، بشد الانتباه. تجذبي انتباهه باي حاجه. يعني مثلا لو بيزن عايز يتفرج على التلفزيون وانت مش عايز تفتحي التلفزيون دلوقتي او كفايه فيديوهات، يبقى نجيب كتاب التلوين والالوان ويلا بينا نلون. هنا بقى كتاب التلوين والالوان خلق لنا حاله بص العصفوره. بيزن مثلا عايز يشتري حاجه من المول، ممكن ساعتها تشتري له حاجه مفيده وتكون برده بتشد انتباهه، وفي الحالتين هو هيتسحل مع العصفوره. ملخص الفيديو ده باختصار انك دايما تحيدي انتباهه او تشد انتباهه لحاجه انت قادره تعمليها دلوقتي. انا عايزه بقى الكومنتات تتملي بالعصافير اللي انتوا بتعملوه مع اولادكم عشان نتبادل التجارب مع بعض.